مساء الخير على كل متابعيني. جيالكم النهاردة بقصة واحدة من متابعيني وهي حابة إني أشاركها معاكم. بصراحة يا جماعة القصة لمست قلبي، يلا أحكيها لكم وأنا بعمل قهوتي. بتقول صاحبة القصة: أنا ماريا وعندي دلوقتي 30 سنة وعايشة دلوقتي في بلد أوروبي. أنا اتولدت في بلد عربي، ولما كان عمري 7 سنين أهلي قرروا ينقلوا البلد أوروبا عشان أبويا جات له فرصة عمل حلوة قوي. طبعا وقتها كنا 3 أطفال، أخويا الكبير وأنا وأخويا الصغير. طبعا نقلنا للبلد وعشنا هناك أنا وإخواتي. اتأقلمنا بسرعة، أسرع من أمي وأبويا عشان فرق السن، لأنهم عاشوا فترة طويلة في البلد العربي مش زينا خالص. أنا وإخواتي تفكير أمي وأبويا طبعا كان مختلف، وكان دينهم بيحكمهم طبعا لأننا مسلمين، مع إنه ما كنش سهل نتمسك بالدين الإسلامي في بلد أوروبي غير لما تكون أصلا في بلد كله مسلمين، بس كنا على قد ما نقدر بنتمسك بديننا بشكل كبير. طبعا أنا وإخواتي اتعلمنا اللغة بسرعة عشان كنا بندرس، وأبويا كمان اتعلم اللغة ما شاء الله بسرعة. ما أمي يا عيني كانت غلبانة، ما اتعلمتش اللغة بسرعة بحكم إنها ما بتخرجش وكانت ربة منزل، ما بتشوفش ناس ولا بتتواصل معاهم. كلنا كنا حريصين إننا نساعدها، بالذات لو كان عندها مثلا ميعاد في المستشفى أو عندها ورق في جهة حكومية. كنا لازم نغيب عن مدرستنا عشان نساعد أمي، فالنقطة دي كانت متعبة شوية ليا ولإخواتي، وخصوصا إن أمي بعد كده ولدت مرتين. إحنا كنا عايشين كويس جدا، كان أبويا بيشتغل وما كنش بيأثر معانا في حاجة أبدا. كنا كل صيف لازم ننزل بلدنا الأصلية ونصيف هناك. يلا هنا بقى بيبدأ الأكشن. طبعا أنا لما كبرت وإخواتي كمان كلنا كنا عارفين إيه بلدنا وإيه ديننا، وكمان احتراما لأمي وأبويا ما كناش بنعمل أي حاجة غلط. حتى لو كانوا صحباتي عاملين حفلة أو إخواتي أصحابهم عاملين تجميعه ما كناش بنروح. لا، لو كانت الحفلة أو التجميعة دي الصبح أو بالنهار، بالليل مستحيل نروح. دي كانت قوانين أمي وأبويا، ممنوع أبدا نخرج بالليل. وأنا أصلا كنت بدرس وساعات بشتغل مع إن عمري كان صغير جدا، بس طلبت من أبويا إني أشتغل. أنا كنت بحب أكون مستقلة كده، فبدأت أشتغل من وأنا عمري 15 سنة. كنت بشتغل وبدرس، فمكنش عندي أي وقت أبدا للخروجات والتجمعات. ويمكن عشان البلد الأوروبي اللي كنا فيها كان فيها كتير من قرايبنا، يعني بنات عم وخال وولاد عم وخال، فما كنتش محتاجة صحبات. المهم كان عندي عم من أعمي سنه صغير، يعني وقتها وانا عمري 15 سنه هو كان عمره تقريبا 25 سنه. انا ما كنتش اعرفه قوي لما كنا عايشين في بلدنا العربي، ما كنتش بشوفه كتير. حتى لما نقلنا للبلد الاوروبي ما كنتش بشوفه، يعني تقريبا كنا بنشوفه كل 3 أو 4 سنين مره. المهم عمي ده هاجر للبلد الاوروبي اللي احنا فيها بطريقه غير شرعيه، ولانه عمي الصغير ابويا اصر عليه انه يجي ويسكن عندنا، يعني احنا كنا 7 وهو الثامن. الوضع ما كنش مريح خالص ابدا، بس ابويا قعدنا وفهمنا ان ده اخوه، ده عمنا، وانه ما يقدرش يشتغل الفتره دي واحنا لازم نساعده، نقف جنبه لحد ما يلاقي شغل ويخرج ويستقل بنفسه. وانتوا كمان يا عيالي عاملوه كانه اخوكم مش بس عمكم. المهم الايام عدت وعمي كمل عندنا 3 شهور. بعدها قال لامي وابويا انا ما بقتش عايزه انام مع الولاد لانهم مزعجين جدا وما بقاش مرتاح معاهم، فقال لهم انه عايز ينام في اوضتي انا واختي الصغيره، وابويا ما عرضش وقال خلاص. كنا في اوضه البنات، وبصراحه كنت مبسوطه قوي عشان عمي هيبات عندنا، يعني جه في بالي بقى هننبسط ونضحك، هنقعد نسهر معاه ونحكي ونعيش حياتنا. جه عمي ونام عندنا واحنا قافلين الباب، نايمين في سرير واحد وخليناه هو ينام في سرير لوحده. وفي الليل عمي اعتدى عليا وحولني من بنت لست، يعني خلاني كأني واحدة متجوزة. ما عادش قادرة اقول اكتر من كده يا جماعة. اتمنى تكونوا فهمتوا عمها عمل فيها ايه. ما عرفتش اقول ايه ولا اتصرف ازاي، ما عرفتش اقول لامي ولا لابويا. اتصدمت وخفت، اللي حصل فعلا شيء يخوف، وما قدرتش اقول لاي حد. بعد اللي حصل ده شخصيتي اتغيرت 180 درجة، بقيت بس بزعق في البيت واعمل مشاكل، بدور على اي مشكلة، مع اني كنت بنت شايلة مكان امي لو مش موجودة. كنت باخد بالي من اخواتي وما كنتش بقول لاي حد لا، كنت بعمل كل حاجة. بعدها امي وابويا اتصدموا مني، كانوا بيقولوا مستحيل دي تكون بنتنا، وقعدوا يقولوا لا اكيد دي فترة مراهقة. طبعا اول حاجة عملتها اني ما خليتش اخواتي البنات ولا الولاد يقربوا من عمي عشان عمي يزهق ويمشي بره البيت. طبعا طردته، دي خدت مني حوالي 2 3 عملت مشاكل الدنيا، بقيت اخرب عليه حياته بس عشان يمشي من البيت. كنت بحط سكر في اكله واروح ادله على هدومه كلور واقطع هدومه وارمي حاجته الشخصيه في الزباله. يعني خليته هو اللي يمشي من البيت لوحده، وكنت عايزاه يمشي من البلد كلها. وقتها عرفت انه جه البلد اللي احنا فيها بطريقه غير شرعيه، ورحت هديته وقلت له شوف لو ما مشيتش من نفسك انا هبلغ عنك. طبعا انا حاولت بكل طريقه اني اخرجه من البيت من غير ما ابويا وامي يعرفوا ايه اللي حصل، لان باختصار ابويا لو عرف هيبقى فيها دم، امي هتتعب وتوقع مننا. كنت بقول وقتها انا كفايه عليا كده، مش هخلي المشكله تاثر على الكل. بعدها عمي مشي من عندنا، زهق مننا انا واخواتي، بهدلناه، وللاسف القصه ما خلصتش. لو عايزين باقي القصه اكتبولي في الكومنتات، وما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب.